on my head. Get on my head. Get on my head. Get on my head. هو عبد الواحد السيد عبد الواحد، مواليد 3 يونيو 1977. عمره حاليا 47 عام. ولد في كفر ربيع تلا المنوفية. لعب للزمالك 504 مباراة من 1997 إلى موسم 2014، ثم انتقل موسم وحيد إلى نادي هويد أو مصر المقصة سابقا. لعب لديهم 12 مباراة. مع المنتخب الوطني لعب 38 مباراة. ولد عبد الواحد السيد بقرية كفر ربيع مركز تلا محافظة المنوفية، ولكنه نشأ وترعرع بمحافظة جنوب سيناء، واسم الشهرة لديه وحيد. لعب عبد الواحد السيد خلال مسيرته الاحترافية مع ناديين في 18 موسم، ولم يسجل خلالهما أي أهداف. ضمن 37 مباراة، حيث فاز في 5 مواسم بالكأس و3 مواسم بالدوري. نجح عبد الواحد السيد في معادلة رقم حسام حسن كأكثر لاعب شارك في مباريات القمة برصيد 28 مباراة. حارس الزمالك هو الأكثر مشاركة في المباريات بين لاعبي القلعة البيضاء على مدار التاريخ، حيث شارك في 368 مباراة على مدار 14 موسم، ساهم خلالها في فوز الزمالك ب14 بطولة، وهي أرقام قياسية يصعب على أي لاعب الوصول إليها. وشارك عبد الواحد السيد في 35 مباراة في بطولات كأس مصر، و4 مباريات في السوبر المحلي، ومباراة واحدة في كأس الاتحاد، و27 مباراة في البطولات العربية وتصفياتها، ومباراة السوبر المصري السعودي، وفي بطولة الدوري 234 مباراة. أما على المستوى الأفريقي فقد شارك وحش الزمالك في 68 مباراة. احتل عبد الواحد السيد المركز التاسع من أصل 20 لاعبا عالميا في قائمة اللاعبين الأكثر وفاء لناديهم على مستوى العالم. يعد أكثر لاعبي الزمالك على مدار التاريخ إحرازا للألقاب، حيث انفرد بالرقم القياسي لأكثر لاعب يفوز بالبطولات مع الزمالك بعدما حقق كأس مصر عام 2014، ليتوج بالبطولة 16 له بالتساوي مع خالد الغندور كابتن الزمالك سابقا، حيث أنه فاز أيضا ب16 بطولة. دخل عبد الواحد السيد التاريخ الحراس العظماء في الدوري العام لكرة القدم، حيث حقق 100 شباك نظيفة، وذلك بعد مباراة الزمالك مع بتروجيت في الأسبوع الرابع للدوري عام 2013. عبد الواحد السيد أول حارس مرمى يحافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات متتالية بدوري أبطال أفريقيا عام 2014، لينجح حارس عرين الزمالك على مدار 16 سنة في كسر وتخطي رقم عصام الحضري السابق ورقم معز بن شريفية حارس الترجي التونسي بالحفاظ على شباكهم في 4 لقاءات فقط. حقق عبد الواحد السيد رقم قياسي موسم 2002-2003، حيث لم تهتز شباكه طول 6 مباريات متتالية، بدأها منذ مباراة المصري في المرحلة 14، والذي انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف، مرورا بمباراة الترسانة وأسوان والمقاولون العرب وبلدية المحلة، والتي شهدت جميعهما فوز الزمالك، حتى لقاء إنبي في المرحلة 19 والذي انتهى بالتعادل السلبي. ويحقق عبد الواحد السيد رقما مجددا موسم 2009-2010 عندما استطاع أن يحافظ على مرماه دون أن يهتز بأي هدف من مباراة الأهلي في المرحلة 12 والتي انتهت بالتعادل السلبي، مرورا بمباريات المصري وبترول أسيوط والمنصورة وإنبي والتي فاز فيها الزمالك، حتى مباراة المقاولون العرب المؤجلة من مرحلة 18 والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف أحرزه أحمد جعفر. ألقابه مع الزمالك 3 دوري مصري 2001 و2002 و2003، 5 كؤوس مصر
2000 و2002 و2008 و2013 و2014. كأس السوبر المصري 2001-2002. دوري أبطال أفريقيا 2002. كأس السوبر الأفريقي 2003. بطولة الأندية الأفريقية أبطال الكؤوس سنة 2000. الكأس الأفرو أسيوية سنة 1997 والبطولة العربية سنة 2003 وكأس مصر السوبر السعودي